بينما تتزاحم الحياة وتشوبها المشاكل تارة والملل تارة أخرى، يأتي دور الكتاب كأداة ترفيهية تنمي وتطور العقل البشري، وهنا أخذ طريقه بعناوينه الكثيرة يقلب في المعرض الذي أقيم في كركوك، هذه المحافظة التي تحتضن الفعاليات الثقافية بين فترة وأخرى. كإنسان إذا نريد نوسع دائرة فكرنا ونوسع دائرة ثقافتنا، ما نقدر نوسعها إلا ويا الكتب. بالنسبة لدور النشر تنظر لها بعين الأهمية، لأن كركوك بدأت بها تكثر دور النشر، تكثر القراء. سابقا كنا الكتب فقط باللغة العربية، هسه حاليا يعني اللغة العربية وإنجليزية وفرنسية، فهذا يدل على شيء، فيدل على أنه زادت الطلبية، زادت حجم القراء في مدينة كركوك. من مصر وسوريا وتركيا والأردن وصلت العناوين الكثيرة، إلى جانب العراق الذي قدم لغاته المحلية على هذه الطاولات التي احتضنت الخبرات والثقافات المنبثقة من حضارات عريقة. إن اللي نريده من أهالي كركوكنا يجون يعيشون هاللحظة الثقافية، لأن مو بس من كركوك، عندنا الكتاب، عندنا من دول أخرى أيضا، من مصر، من تركيا، من سوريا. احنا هدفنا نوصل هالرسالة، نركز على الشباب ينطون أهمية للقراءة بين المجتمع في مختلف مجالات الحياة، منها السياسة والاقتصاد والفلسفة والشعر وقصص الطفولة وغيرها من العناوين عرضت هنا ليبحر فيها القارئ ويغوص ليكتشف الأفكار التي تسطرت من أجلها ملايين الكلمات. المعرفة من أهم أسباب السعادة، فاجعل الكتاب صديقك الدائم، هكذا تقول الحكمة. من كركوك، محمد صغير، العراقية الإخبارية.